السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، مرحبا بكم مجددا في لقائنا للكلام والحوار مع النصارى الحيارى عباد يسوع الإنسان الذي يأكل ويشرب ويذهب للمرحاض. إن شاء الله اليوم التسجيل ديالنا غادي يكون هو عبارة ماشي على الدرس، ولكن هو عبارة عن تسجيلات. إن شاء الله غنخليكم تسمعوا ديروا مقارنة وتكتشفوا بنفسكم الفرق ما بين القرآن الكريم، القرآن الذي أنزل من الله سبحانه وتعالى، والكتاب المقدس، الكلام الموجود في الكتاب المقدس من القراءات ديال القساوسة ومن قراءات ديال الشيوخ، القراءات في القرآن الكريم. إن شاء الله نخليكم تكتشفوا الفرق ما بين القرآن، وإن شاء الله غادي نسمعوا الكتاب نشيد الإنشاد، وغادي نسمع إن شاء الله الصورة كذلك من سورة الجن من القرآن الكريم. إن شاء الله نخليكم مع الاستماع. الأصحاح السابع. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع، سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كخشفتين توأمي ظبية، عنقك كبرج من عاج، عيناك كالبرق في حشبون عند باب بث ربين، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوفها، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، ورائحة أنفك كالتفاح، وحنكك كأجود الخمر. لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى، لنبكرن إلى القرون، لننظر هل أزهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان. هنالك أعطيك حبي ما ذخرتها لك يا حبيبي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا. كيف لاحظتوا معنا أن الله سبحانه وتعالى ما غادي يقولش بحال هذا الكلام، ما يقولش الثديين وما غادي يقولش الرجلين ودوائر فخذيك. هذا الكلام ماشي كلام ديال الله سبحانه وتعالى، وإنما هو كلام ديال البشر، هو كلام كيقولوا عليه النصارى أنه تيوصف العلاقة ما بين الكنيسة وما بين الناس، في حين أن الكنيسة ما عندها لا ثديين، ما عندها لا فخاذ، ما عندها لا رجلين، ما عندها لا منخار، ما عندها لا حتى شي حاجة، ما كتخرجش الحقول وما كتمارسش الجنس. فالكتاب المقدس هو كتاب جنسي كيف سمعتوا. إن شاء الله غنخليكم الآن تسمعوا كلام الله الحقيقي القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة ليسقيناهم ماء غدقا. آمنت بالله صدق الله العظيم. آمنت بالله. كيف شفتوا يا إخوان كلام الله واضح واضح واضح. سبحان الله. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام والحمد لله الذي أعزنا بالقرآن. الحمد لله. كيبقى الحكم لكم ثم تعرفوا الفرق والحمد لله على نعمة الإسلام كما قلت وإن شاء الله تكونوا استفدتوا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.